بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إذا كانت قدرة مخلوق أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض فلسطين، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟ هذا مما يقود العبد ويسوقه لمعرفة بعض العلم عن ربه تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مما يزيد المؤمن يقينا بعظمة ربه رؤياه لأفضال ربه على خلقه. يرى العبد فضل الله جل وعلا الخاص على بعض خلقه، كيف أن الله جل وعلا اصطفاهم واجتباهم وما كان لهم أبدا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من العطاء، ولن ينالوا هذه المنح الربانية والعطايا الإلهية إلا بفضل الله جل وعلا. اختلف الناس في المسيح عيسى بن مريم، شرقوا فيه وغربوا، قالت فيه اليهود ما قالت وزعمت النصارى فيه ما زعمت. قال الحق تبارك وتعالى عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فما المسيح إلا عبد، لكنه قيد بأن الله جل وعلا أنعم عليه، فنعمة الله عليه هي الذي جعلته آية للناس محتفا به بالسماوات العلى وينزل في آخر الزمان. هذه كلها عطايا ربانية ومنح إلهية، والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يرى العبد ما أفاء الله على خليله إبراهيم، وكيف كان إبراهيم عبدا مجتبى وحبيبا مصطفى ونبيا مرتضى صلوات الله وسلامه عليه، أثنى الله عليه حتى على ألسنة أعدائه وخصومه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كلها آيات تدل على عظيم رفيع قدر صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن تبحر في معرفة فضل إبراهيم وعلو منزلته، استبق إلى ذلك بأن تعلم أن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه. ونظير هذا أن تنظر في من آتاهم الله القدرة، فإذا رأيت عظيم قدرتهم تأملت بحق قدرة ربك جل وعلا. قال الله جل وعلا على لسان نبيه سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، سواء كان جنيا أو إنسيا أو سليمان أو غيرهم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه، أي رأى سليمان العرش، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. أيها المبارك، إذا كانت قدرة مخلوق أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض فلسطين، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟ هذا مما يقود العبد ويسوقه لمعرفة بعض العلم عن ربه تبارك وتعالى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.